هتتفاجئ من فيديو النهاردة وهتعرف ليه وصل بينا الحال بره إطار كرة القدم. تابع معايا. بدأت القصة بعد ما راح الكابتن حسام حسن لبعض من الجماهير اللي كانت بتشجع منتخب بنين قدام منتخب مصر، وقال لهم ساعتها وشاور لهم المغرب في القلب لكن انتوا لأ. وبعد مباراة السنغال خرج الكابتن حسام بتصريحات بيقول فيها رأيه عن التنظيم وانه تعرض لأكتر من مشكلة، وبنشوف بعدها الجماهير المغربية وهي بتشجع أي منتخب يلعب قدام المنتخب المصري، وده كان الرد على تصريحات الكابتن حسام. وبيدخل بعدها أسئلة الصحفيين اللي كانت بتزيد من المشكلة أكتر وأكتر، وده طبعا بحثا عن الترند مش أكتر. ونيجي بقى للمشهد اللي فعلا صدم الجميع، وهو بعد قيام الجماهير المغربية بصافرات استهجان على النشيد الوطني للمنتخب المصري. وبالرغم من كده ان الكابتن حسام خرج بعد مباراة نيجيريا وهو بيتمنى الفوز لمنتخب المغرب في النهائي قدام السنغال. وبعدها محمد صلاح بيشيد بتنظيم البطولة وانها احسن بطولة لعبة. في الاول وفي الاخر دي كرة قدم، مش هي اللي هتخلينا نعمل في بعض كده. الشعب المغربي والشعب المصري اخوات مهما حصل. كان في فيديو مشهور قوي لراجل مصري بسيط وهو بيشجع المنتخب المغربي في كاس العالم، شهر ساعتها بمقولته وهو بيقول شرف العرب يا اشرف حكيم. ومش بس كده، ده كل المصريين كانوا بيشجعوا المنتخب المغربي في كاس العالم 22، وكل المصريين كانت فرحانة من قلبها لما المغرب خدت كاس العالم للشباب ومنها للبطولة العربية. ومن ناحية تانية الشعب المغربي قابل المصريين والمنتخب المصري في البطولة الأفريقية 25 كل حب وترحاب. فمش هنخلي بعض التصريحات وردود الأفعال الفردية تخرج أسوأ ما فينا وتخلينا نوصل بالشكل ده قدام العالم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب.